هاد القصة عاودها ليا واحد الدري صاحبي كيدير ليفريزو بين المدن، وطرات ليه هادي عامين في واحد الطريق مقطوعة جيت الشاوية. كانت هادي واحد جوج ديال الليل، الطريق كحلة والسكوت كيتسمع فيها غير الموتور. صاحبي ياسين كان زربان وباغي يوصل السلعة لواحد الكليان باش يرجع لدارهم يرتاح. هو غادي شوية بانت ليه وحدة واقفة في الجنب ديال الطريق، لابسه جلابه بيضا وعاديه، ما هزه لا صاك لا والو. ياسين في ديك اللحظه ما فكر في والو، فكر غير ان هاد السيده مسكينه مقطوعه في هاد الخلا وربما وقعت ليها شي حاجه. وقف الموتور بعيد عليها بشويه وقال لها اختي خاصك شي مساعده. السيده ما دارت عنده ما والو، بقات عاطيه بالظهر وقالت ليه بصوت ناشف وصلني غير لداك الدوار ديال قدام، الله يرحم الوالدين. ياسين ركبها وراه وتحرك. قال لي فاش ركبات الموتور تقال بزاف بحال الا هز شي كاميو ماشي بنادم. هو غادي بدا كيهضر معاها، اختي شنو كديري هنا في هاد الوقت؟ هي والو ساكته. شويه بدات كتحك ليه في ظهره بيديها، يديها كانوا باردين بحال الثلج، ولكن هو قال مع راسو ربما غير البرد ديال الطريق. المشكله بدات فاش وصل لواحد القنطره قديمه. السيده قالت ليه بصوت مبدل وقف هنا، هنا فين نزلت المره الاولى. ياسين استغرب وقال لها ولكن هنا ما كاين دوار ما كاين ضو، غنزلك في السواكن نمشي نديك حتى لشي بلاصه فيها الناس ساكنين. ما جاوباتوش، نزلات من الموتور. وفي ديك اللحظه ياسين شاف في المرايه ديال الموتور وقال لي والله ما كذبت عليك، السيده ما عندهاش الظل في المرايه، والضو ديال الموتور ضرب فيها وهي بحال الا شفافه. ياسين تخلع قبل ما يدور يشوف فيها، هي حطت يديها على كتفو وقالت ليه المره الجايه ما توقف لاي حد كيطلب السلكه في هاد نص الليل، حيت ماشي ديما غتلقى اللي يخليك تمشي. ياسين كسيرة بأقصى سرعة، ما دارش وراه حتى وصل لواحد المحطة ديال مازوط في الدخلة ديال المدينة. تما نزل وبغى يجبد يشرب الماء، هو يلقى اثار ديال يدين عامرين بالتراب والغيظ مطبوعين على الجاكيط ديالو من الظهر وبحال الا محفورين بالعافيه. من داك النهار ياسين ما بقاش كيشد الطريق بوحدو بالليل، واي طريق خاليه كيشوف فيها شي حد واقف كيزيد بالسرعه وما كيشوفش وراه.